السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا، ده منظر، ده مش في سوق تلات ولا حاجة. دي شحنة كنت مودياها الارجنت تسلمها لحد في المنيب. ده الشحنة وصلت لي بالمنظر ده بعد شهر الشحنة تايهة في الطريق، ومش عارفين. الاول ودوها المنيا، وبعد كده راحوا ودوها مش عارفة الغردقة وفين، لحد لما الشحنة جات لي بعد اتصالات كتير بالمدير وبالمكتب وبالشكاوي وحاجات كتيرة جدا. بصوا الشحنة جايه لي بالمنظر ده. الحاجة الوحيدة اللي كانت سليمة في الشحنة الشوال اللي كانت فيه. بصوا الشوال ولا مقطع ولا اي حاجة. هوريكم شكل الشوال ده اللي انا شحنت فيه. ده شكله من تصوير المكتب، طبعا بكاميرات المراقبة عشان يدوروا على الشوال، لان البيانات وقعت من عليه فمش عارفين يوصلوا لشكله. بصوا منظر الحاجة. دي فوط وفوط مطبخ وفوط تواليت وفوط وبشاكير، كلها كانت في كراتين. بصوا شكل الكرتونة كانت عاملة ازاي. دي بتاعت الكرتونة الوحيدة اللي سليمة، دي كرتونة شنطة التواليت اهي، هي اللي سليمة وجاية الحاجة مظبوطة فيها. دي فوط تواليت تانية. بصوا هي كانت اصلا في كيس، دي جاية ناقصة. فوط المطبخ بصوا كانت كلها كل دستة في كيس. بصوا جاية بالمنظر ده. البرانس، بصوا البرنس شكله عامل ازاي. ده النبيتي، ده برنس. ده يعني هو برنس المفروض زوجي، كل اتنين في علبة. ومش فاكرة كان معاهم ايه، فوط ولا معاهم ايه. هراجع برضو الحاجة وهنزل لكم الصور بتاعتهم وهي شكلها في الكرتونة كان عامل ازاي. بصوا هي جاتني الشحنة بالمنظر ده. بصوا الكراتين، بصوا الكراتين كلها متقطعة ازاي. دي شركة ارجنت. ده دي الفوط دي اللي هي عليها الفوط دي اللي هي، لحظة يا ماما. الفوط دي برضو ما كانتش في كراتين، دي كانت في اكياس، بس كانت متكيسة يعني كل مثلا 4 في كيس. في فوط تاني اللي هي دي. بصوا الفوط دي اللي هي زي الصفرة دي كان كل 4 في كرتونة، كانوا 4 كراتين دول. في فوط الأطفال اللي هي دي. بصوا المنظر بتاعها، دي كانت في كرتونة. انا هوريكم شكل الكراتين اللي هي كانت فيها وانا بتكلم كده، وبصوا المنظر بتاعها عامل ازاي. بصوا ده تبع البورنوس، هو دي تبع البورنوس اهي. طبعا كل حته في ناحيه، كأن الشوال عمل حادثه وهو جاي، دست عليه عربيه ما اعرفش. بصوا الكراتين دي، كراتين اللي كان فيها الاوردر. بصوا المنظر. طبعا انا ولا هاخد معاهم حق ولا باطل ولا اي حاجه. احمد ربنا ان الشوال اصلا جه، لان انا كنت فاقده ان هو يجي، لان هم قالوا لي خلاص هو اتسلم لحد في الغردقه، ولسه هيراجعوا البوليصات ويشوفوا تسلم لمين ويجيبوها منه والكلام ده كله. فالحمد لله. بس اللي عايزه اقوله واوضحه، الحاجات اللي اتعلمتها بقى من الاوردر ده. انا مش اول مره اشحن في ارجنت، انا شحنت كتير جدا. كتير كانوا بيقولوا لي الشويله بتيجي، الكراتين بتيجي متكسره. كنا بنعمل احتياطاتنا يعني نربط الكراتين كويس. اللي اتعلمته بقى ان انا المفروض لما اجي اشحن في شوال زي كده اكتب عليه بالقلم الفلوماستر اللي هو زي كده، اكتب البيانات بتاعتي. لان لو ضاع الشوال، لان الحاجه ما بتلزقش عليه، يعني البوليصه بتاعت الشحن ما بتلزقش في الشوال ده، وانا اصلا كنت كاتبه عليه البيانات وبرده ما لزقتش فيه. فدي اول حاجه اتعلمتها، ان انا اكتب بالقلم الفلوماستر، وبقول لكم برده انتوا كمان عشان تعملوا كده. الحاجه التانية ان انا لما اجي اشحن ويقول لي الاوردر راح في حته تانية، في حته غلط، يعني هو اتصل بيا وقال لي الاوردر في المنيا، انا قلت له لا، انا الاوردر رايح المنيب مش المنيا. نشحنه خلاص، قال لي خلاص هرجعه المنيب. فالحاجه التانية دي بقى، واللي قالت لي عليها اخت معانا برضو على الجروب، ام محمد ربنا يبارك لها، قالت لي قولي لهم لا رجعوه عندي، يعني انا ادفع الشحن رايح جاي 100 جنيه ولا 120 جنيه مش مشكله. بس ما بيعرفوش يغيروا العنوان، يعني ما بيعرفوش يكتبوا بدل المنيب، بدل المنيا المنيب، ويرجعوه كده منهم لنفسيهم زي ما حصل. مش عارفه تعليمهم على قديهم، ما بيعرفوش يقروا، ما بيفهموش، ما اعرفش. فهو لما كلمني وقال لي الاوردر في المنيا، قلت له لا ده في المنيب، فراح مرجعه تاني، قال لي خلاص هنرجعه المنيب.
اللي هيرجع المنيب بقى اختفى. طب الاوردر فين؟ طب انت معاكي صورته؟ لا. فضلوا يدوروا في الكاميرات لحد طبعا مش منهم لنفسهم برضو، بعد ما رحنا المكتب وكلمنا وزعقنا وعملنا وادونا رقم المدير وكلمناه. ففي الاخر بعد ما رجعوا الكاميرات ولقيوا الشوال، بدأوا بقى يدوروا بالشوال، يعني بصورة الشوال راح فين وجي منين والكلام ده. في الاخر بقى لقيوه في الغردقة. فضلوا يدوروا بقى مين اللي استلموا في الغردقة، وراحوا جابوه منه. وفي الاخر المنظر اللي انتوا شايفينه ده منظر الشحنة. طبعا استحالة صاحبتها تستلمها بالمنظر ده. في حاجات هندويها، هنحط اللي يتحط في كراتين هيتحط، انما البرانس مفيش كرتونة برنس. بصوا الكراتين عاملة ازاي، بصوا دي كرتونة البرنس، دي كرتونة البرنس. بصوا كرتونة البرنس. يعني هو خلاص هو مفيش كراتين. انتوا عارفين ان البرانس اهم حاجة عندهم الكراتين، يعني مش مشكلة اللي جوه الكرتونة، بس اهم حاجة شكل الكرتونة الكبيرة. فيلا قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله ادينا محدش بيتعلم ببلاش، بس حبيت اوريكم عشان لو حد حصل له حاجة زي كده يعمل احتياطاته في الاول، اللي هي الحاجتين اللي قلت لكم عليها. اخر حاجه بقى اللي خلتني ما كنتش بتكلم بقلب جامد قوي وما روحتش حمايه المستهلك ولا اتكلمت ولا الكلام ده كله، ان انا اصلا لما شحنت الاوردر المندوب ما كانش معاه بوليصه، فقلت له اشحنه. كان معايا 3 اوردرات على اساس ان عادي، يعني مش اول مره تحصل وعلى طول بنعملها، يعني اشحنه وبعد ما تشحنه ابعت لي البوليصه على الواتس. فاصبح انا مش في ايدي دليل، يعني مش في ايدي بوليصه، انا البوليصه بتاعتي على الواتس. فهي دي اللي بتكلم بيها، بتصل بالشركه وبليهم رقم البوليصه وعملت شكوى بيها والكلام ده. انما لو رحت بقى حمايه المستهلك ولا شكيت ولا عملت، طب انت فين الورقه اللي معاكي، فين الدليل؟ ده اللي كان مخليني يعني مش عارفه اتحرك برضو. فدي اخر حاجه. لو حد جات له مثلا الشركه او هو متعود، انا على اساس ان احنا متعودين ان احنا نشحن، يعني مش اول مره ولا بقالنا سنه ولا 2 ولا 10 مع ارجنت، لا بقالنا سنين كتيره. لو حد قالك مثلا هبعتلك البوليصه او مش معايا بوليصات او الكلام ده كله، برضو ما تشحنيش. دي الكام حاجه اللي عايزه اقول لكم عليها. مش عارفه، في حاجات متكسره، خشب تقريبا كانت في البرنس، او كانت برواز لحاجه مش عارفه. يلا الحمد لله، الحمد لله. دي حاجه بسيطه خالص من اللي بتحصل لنا يعني، ولا تذكر. الحمد لله على كل حال. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.